كيف تفتح حساب عند شركة وساطة اللي هي انزو، اللي هي راح تنطيك بونص ترحيبي 50 دولار حاليا. يعني عرض مغري بفترة شهر رمضان. أنا أنصحكم هسه تفتحون حساب، احتمال ورا رمضان راح يرجع 30 أو يلغي، فأنا أنصحكم هسه تروحون تفتحون حساب. أعلمكم شلون تفتحون حساب. الفتح الحساب بشركة انزو. اول شي تدخل على الرابط راح اخليكم اياه اول تعليق او بالوصف، تدخلون عليه. عندك هنا تقدر تفتح حساب حقيقي او حساب تجريبي. انا انصحكم كمبتدئين حاليا تفتحون الحساب، تسوون حساب بشركة انزو، بس تروحون تسوون حساب تجريبي. نرجع لكم شلون نسوي حساب تجريبي. تدخل على ال MT5، تضغط على 3 نقاط، إدارة الحسابات، تضغط على الرقم زائد، هذا الزائد تضغط عليه، العفو. عندك هنا MT، هذه الكويت معروفة. تضغطون عليها، تضيفون حساباتكم منها، أو هو تلقائيا يسوي لكم حساب تجريبي، هذه تلقائيا. حساب تجريبي تتعلموا بيه كمبتدئين، شلون تدخل صفقة، شلون تخلي ستوب، حركة الشموع، شو وقت تدخل شو وقت تخرج من الصفقة. وانا همين وياكم جروب التليجرام راح اخلي لكم اياهم بالوصف، الجروب الخاص، وهناك هم راح نتداول واعلمكم طرق اذا تحتاجون شي او نسولف، موجود بيه هناك. نرجع لسالفتنا شلون تفتحون حساب حقيقي. اولا شوفوا من مميزات شركة انزو انه هي تقدر تسحب اموالك من البيرفكت ماني وزين كاش واسيا حوالة، وكذلك تقدر تشحنها كذلك من نفس الحالة، وبيتكوين ودن السوالف. يعني السحب 100% مضمون. نرجع لسالفتنا. شلون تفتحون حساب حقيقي. تضغطون هنا، عندك اول وحدة تعوفها والثانية كذلك، عندك ذني خيارات تخليه MT5 ستاندر اكاونت. هنا اسمك، تنزل معلوماتك بالانجليزي، الاسم والكنية اللي هي اول شي الاسم مالتك، تنزل اسمك بالانجليزي، اسمك واسم ابوك. الكنية اللي هي تخلي اذا تحب تخلي بس اسمك فوق او اسم ابوك جوا، او تريد تكتب اسمك فوق واسم ابوك العشيرة اللقب. شو العشيرة، احنا وين عايشين؟ ال- الكنية اللي هي اللقب مالتك حسب جبوري، ايا كان يعني السوالف. الايميل تخلي ايميلك الخاص اللي تحاب تسوي بيه الحساب. كلمة السر، لان الايميل مهم، راح تجيك عليه رسائل هواي حتى تأكد الحساب مالك، يعني لازم يكون ايميل خاص ولازم تعرف كل شي عليه. وكلمة السر وهنا التأكيد مالها، تخلي العراق، رقم الهاتف، تاريخ الولادة تكتبه بالضبط، لازم ما تغلط بيه، المدينة اللي انت عايش بيها، والحي. مثلا انت قاعد ببغداد، مثلا عندك ببغداد مثلا بالكرخ، هنا عندك مثلا الحي والعنوان او القضاء والناحية، انت هاي ترتبهن. يعني بعد خبرة يمك انت. اللغة تختارها انت، لغة عربية او كردي. هنا عندك المدرسة، انت مخلص بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه اخرى اذا انت كنت عامل او موظف. فلازم تنزل معلوماتك الحقيقية. وعندك بالنهاية مهمة، أقل من، حدد سنوات الخبرة في التداول. أنا أنصحكم تخلونها أقل من سنة. والرافعة المالية مهم تخليها 1100. وعندك أقل من 5 صفقات، هاي عدد مرات التداول خلال آخر عام، خلوها أقل من 5 صفقات. وعندك متوسط حجم التداول لكل صفقة، خلوها أقل من 50,000 أو 50,000. عندك هنا الغرض من التداول، لا تخليه مضاربة، خليه تداول يومي. عندك هنا حدد الدخل السنوي أقل من 25,000 أو ما أعرف إيش قد.
هنا هم كذلك حدد الصافي المدخرات، هنا هم تخليها أقل. وهنا هي مصدر دخل الأموال، أنا أنصحكم خلوها مدخرات، هي أحسن شي مدخرات، نصيحة من عندي. وعندك تقلدت منصب عام خلال السنة الماضية، تكتب له لا يعني. وهنا توافق على الشروط، ورا ما راح توافق تنطي تسجيل، كلمة تسجيل، وراح تجيك رسالة على الإيميل اللي هي راح تأكد لك الحساب. مثلا هسه راح أشوفكم الرسالة التأكيدية. راح تجيك رسالة تأكيد هنايا حتى تأكد الإيميل مالتك، فتدخل عليها تلقائيا راح يطلع لك تم تأكيد الإيميل أو تم تأكيد البريد الإلكتروني مالتك. لاحظ لي ربما الآن لأني ما أقدر قبل، فراح ترجع تخرج وتدخل مرة ثانية، راح تجيك رسالة ثانية هنا يقول لك يعني تم تأكيد، وخلال 48 ساعة راح نخابرك حتى يتأكدون من معلوماتك، وحتى ينطونك البونص الترحيبي خلال 48 ساعة، يعني ما يطول، يعني يوم أو يومين 100%. عندك هنا راح تدخل هنا قبل ورا ما خلصت ذيك الساعة الموقع، تدخل مثلا أنا عندي هذا الحساب، سجل البريد الإلكتروني مالتك والرمز مالته سجله هنايا. راح تطلع لك هاي المكان نشاط التداول. لحظة خلي أدخل لكم على حساب ما مسجل، تسجيل الخروج عندك لحظات. بعد ما سجلت الإيميل مالتك والرمز اللي طلبوه منك قبل هذه اللي انت سجلت بيهن، راح ينفتح حسابك هيج، والاسم مالك يعني اللستة مالتك، وراح تجيك هاي الخانة. انت وين راح تدخل؟ على ملف الشخصي، تدخل على ملف الشخصي، هاي تجيك المعلومات مالتك كاملة. وهنايا راح تقدر انت تضيف اول شي اثبات الهوية الوجه، يعني الجنسية مالتك او البطاقة الموحدة ترفعها من هنايا، تكون صورة واضحة وما مغوشة. اما اثبات الوجه الاخر يعني الهوية الخلفية مالتها ترفعها بالخانة الثانية. اثبات السكن لازم تحتاج بطاقة سكن او جواز سفر. الاثبات هذا الوجه الاول، والاثبات الوجه الثاني من هنايا، وترفعهن تنطي تحميل. راح يطلع لك هنايا تم تحميل المستندات، وراها راح تنتظر 48 ساعة حتى تفتح حسابك بشركة انزو، وراح ينطونك راح ينطونك $50 بونص ترحيبي. مثلا انت خابروك وما جاوبت او كنت مشغول، راح ترجع لهاي الخانة اللي تدخل لها قلنا لكم من البريد الالكتروني عن طريق هذه. بعد ما دخلت لهنايا قلنا لكم من هنايا عندك هاي مال الدردشة، اذا اتصلوا بيك وانت ما جاوبتهم اذا تأخروا اكثر من يومين، تدخل من هنايا تراسل فريق الدعم، والجواب مالهم هم يقعدون الساعة من 8 صباحا الى 10 مساء ما عدا يوم السبت. ايش وقت ما راح تراسلهم يجاوبونك خلال 5 دقائق اكثر شي هاي المدة. وضمانتي واذا ما جاوبوك بجروب التلي اني موجود، راح اجاوبكم على اي شي تحتاجونه او اوثق لكم الحساب. المهم نرجع لسالفة التليجرام. تليجرام التليجرام هاي مجموعة مالتنا ان شاء الله راح نكون هنايا، راح تكون الصفقات مالتنا والتداول واي شي تحتاجونه راح اجاوبكم عليه. ومعلومات او شي او نقص عندكم ايا كان اي استفسار، هنا راح نكون بهذا الجروب، وان شاء الله ما راح نقصر وياكم.
ونشوفكم مقطع ثاني اللي راح نشرح بيه هواي خطوات وشغلات مهمة بخصوص التداول والشرح والخطط الاستراتيجية والتحليل الفني والتحليل الأساسي كمبتدئين من الصفر. وإن شاء الله راح نكون بمحتوى جديد، وبالتوفيق لي ولكم، وإن شاء الله تصبحون على خير. كافي تعبت، يمكن صار 20 دقيقة سولف. يلا باي باي، حطوا لايك، شاركوا المقطع، ولا تنسون تسجلون بالشركة. أنصحكم أنا تسجلون بيها، وبالتوفيق.